شاب في أواخر العشرينات كل يوم الصبح يبص في المراية وهو بيظبط شعره يلاحظ إن خط الشعر قدام بقى أوسع شوية. في الأول بيقول يمكن توتر يمكن قلة نوم، بس مع الوقت يكتشف إن الموضوع أكبر من كده بكتير. القصة هنا بطلها الحقيقي مش الشعرة، البطل الحقيقي هو هرمون صغير اسمه DHT. جسمنا فيه هرمون مشهور اسمه التستوستيرون وده طبيعي جدا ومهم جدا، ولكن في انزيم في فروة الراس اسمه 5 الفا ريدكتيز. الانزيم ده بيحول التستوستيرون لنسخة أقوى شوية اسمها DHT أو الداي هيدروتستوستيرون. وهنا بقى بتبدا المشكله. الدي اتش دي ده بيحب يرتبط بمستقبلات موجوده في بصيلات الشعر خصوصا في مقدمه الراس وقمتها، ومع الوقت بيحصل ان البصيله تصغر، الشعر بتبقى ارفع واقصر ودوره نمو الشعر بتقصر لحد ما البصيله تدخل في سبات عميق، وده اللي بنسميه الصلع الوراثي. في اللحظه دي بيدخل العلاج الفينجوفي سبراي، ولكن مش كاقراص زي ما كل الناس عارفه، المره دي بفخاخ موضعي على فروه الراس. الماده الفعاله فيه هي الفينسترايد. بالنسبه لطريقه شغلها فخلينا نتخيل ان في معركه بتحصل على مستوى البصيله. الانزيم اللي اسمه 5 الفا ريدكتيز شغال بيحول التستوستيرون للدي اتش تي. هنا بقى الفينسترايد يجي يعمل حاجه ذكيه جدا، هو مثبط تنافسي للانزيم ده. يعني ببساطه الفينسترايد بيمسك في الانزيم ويقول له مش هتشتغل النهارده، فبالتالي بيقلل تكوين الدي اتش تي في فروه الراس وبيقلل الضغط الهرموني على البصيله، والبصيله ترجع تكبر بالتدريج والشعر بيبقى اكثر سماكه. طب ليه البخاخ ده تحديدا؟ الميزه الكبيره في الفينجوفي سبراي ان التاثير بيبقى لوكال، يعني الدي اتش تي في فروه الراس مع امتصاص اقل في الدم مقارنه بالاقراص، وده الهدف من التركيبات الموضعيه الحديثه. نفس الفعاليه على البصيله مع تقليل التعرض للجسم. والدراسات الحديثه اللي عملوها على الفينسترايد وضحت ان بيحصل انخفاض واضح في الدي اتش تي اللي موجود في السكالب او الفروه، وتحسن في كثافه الشعر. ولو استخدمناها بطريقه منتظمه ففي الشهور الاولى بيقل تساقط الشعر بشكل تدريجي، وبعد 3 ل 6 شهور من الاستخدام المنتظم الشعر بتبقى اكثر سمكا. اما بقى بعد 6 شهور ل 12 شهر فبيحصل تحسن في الكثافه عند عدد كبير من المرضى. ولكن لازم نفهم نقطه مهمه جدا، الفينسترايد ما بيخلقش بصيلات جديده، هو ببساطه بينقذ البصيلات اللي لسه عايشه. بعد بقى ما فهمنا ان المشكله الاساسيه كانت الدي اتش تي اللي بيضغط على بصيلات الشعر، وان الفينسترايد بيوقف الانزيم المسؤول عن تكوينه، يجي السؤال الطبيعي، امتى بقى نستخدم الفينجوفي سبراي؟ اول حاجه بنستخدمه في حالات الصلع الوراثي عند الرجاله. الحكايه ان في مريض بيلاحظ ان خط الشعر قدام بدا يرجع والشعر في قمه الراس بقى اخف شويه، والسبب غالبا هرمون اسمه الدي اتش تي اللي بيضغط على بصيلات الشعر. فالفينجوفي سبراي بيقلل تكوين الدي اتش تي في فروه الراس ويحافظ على البصيلات ويقلل تساقط الشعر. كمان الحفاظ على نتيجه زراعه الشعر. الحكايه ان في مريض عمل زراعه شعر ولكن الشعر الطبيعي اللي حوالين الشعر المزروع ممكن يفضل يتساقط، فالفينجوفي بيحمي الشعر الاصلي ويحافظ على شكل نتيجه الزراعه. كمان المراحل المبكره من تساقط الشعر. الحكايه ان في تساقط بدا يزيد والشعر بقى ارفع ولكن البصيلات لسه موجوده، فالفينجوبي بيقلل تاثير الدي اتش تي ويساعد البصيلات تكمل دوره نمو الشعر بشكل افضل. واخر حاجه انه بديل موضعي للناس اللي مش حابه القراص. بعض الناس بتخاف من القراص لان القراص بتدخل الدوره الدمويه بشكل اكبر، فهنا بيظهر دور التوبيكال فينسترايد سبراي، والهدف منه تاثير مباشر على فروه الراس وتقليل التعرض الجهازي. طيب كلام جميل، عرفنا بقى استخدامات الفينجوفي سبراي، خلينا نعرف بقى ايه هي اضراره او ايه الاثار الجانبيه اللي ممكن تظهر من الفينجوفي سبراي. اول حاجه ممكن يحصل تهيج في فروه الراس. الحكايه انه بعد الاستخدام ممكن فروه الراس تبقى حساسه شويه، فاللي ممكن يحصل احمرار بسيط، حكه، احساس خفيف بالحرقان، وده من اكتر الاثار اللي اتسجلت مع الفينسترايد الموضعي. كمان جفاف او قشره خفيفه، والحكايه ان بعض المرضى بيلاحظوا ان الجلد بقى ناشف شويه، والسبب تركيبه البخاخه او الكحول الموجود في المحلول. كمان ممكن يحصل تساقط شعر مؤقت في البدايه، والحكايه ان المريض بيقول انا بدات العلاج وشعري واقع اكتر، فاللي بيحصل الشعر الضعيف بيقع الاول عشان الشعر الجديد يبدا دوره نمو اقوى. كمان ممكن يحصل اعراض هرمونيه ودي بتكون نادره، لان الماده الفعاله في الفينسترايد بتقلل الدي اتش تي وجزء بسيط ممكن يمتص للدم، ففي حالات قليله جدا ممكن يظهر انخفاض بسيط في الرغبه الجنسيه وضعف انتصاب ونقص كميه السيل المنوي، ولكن مع البخاخ الموضعي الاحتمال ده اقل بكتير من الاقراص. طيب ايه هي بقى موانع استعمال الفينجوفي سبراي او مين الحالات اللي لازم نقول فيها العلاج ده مش مناسب؟ اول حاجه الحمل، والحكايه ان في ست حامل بتتعرض للدواء حتى لو باللمس، فالمشكله ان الفينسترايد ممكن ياثر على تطور الاعضاء التناسليه لجنين الذكر، عشان كده ممنوع استخدامه اثناء الحمل او في احتمال لوجود الحمل. كمان ممنوع في حاله الحساسيه للماده الفعاله. الحكايه ان في مريض استخدم الدواء وظهر عنده تهيج شديد او حساسيه، والسبب هو حساسيه من الفينسترايد او اي مكون من التركيبه، ففي الحاله دي لازم نوقف الدواء. كمان ممنوع على الاطفال والمراهقين، والسبب ان سلاميه وفعاليه الفينسترايد ما ثبتتش على الاطفال، عشان كده غير موصي باستخدامه تحت 18 سنه. كمان ممنوع على الستات بشكل عام، ومنعه ان الدواء ده مصمم اساسا لعلاج الصلع الوراثي عند الرجاله، عشان كده هو غير مخصص للاستخدام الروتيني عند الستات. طيب ايه بقى الجرعه الموصى بها او نستخدمه ازاي؟ جرعه الفينسترايد بتكون من بخه لاربع بخات مره واحده يوميا على فروه الراس في اماكن التساقط، وخد بالك ان كل بخه تقريبا بتحتوي على 114 مايكروجرام من ماده الفينسترايد.
وفي النهايه لازم نفكر ان علاج الصلع الوراثي مش حل سريع، ولكن رحله محتاجه استمرار وصبر. والفينجوفي سبراي واحد من الخيارات الحديثه اللي بتشتغل مباشره على فروه الراس عن طريق تقليل الدي اتش تي وحمايه بصيلات الشعر من الضعف التدريجي. ولكن الاهم دايما اي علاج للشعر لازم يكون بناء على تشخيص صحيح لنوع التساقط. لو الحلقه فادتك ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عن الادويه. وفي النهايه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.